شهدت الليلة منطقة صباح الناصر انتشارا أمنيا كثيفا واستخدام قنابل صوتية لفض تجمع بها بعد إلقاء الحجارة على القوات الخاصة. كما شهدت منطقتي العرضية والفردوس انتشارا أمنيا كثيفا أيضا وغلق لبعض الطرق. كما تم تفريق تظاهرة في الجهراء. وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في وقت سابق أنها لن تسمح مطلقا بالتجمهر غير المرخص أيا كانت أهدافه ودواعيه، مشددة على أنها ستتخذ كل إجراءاتها القانونية لردع مثل هذه المخالفات. وقالت الوزارة في بيان لها عقب تظاهرات الليلة الماضية إن مجموعة من المتجمهرين نظموا مسيرات عدة داخل المناطق السكنية في بعض المحافظات مخالفين بذلك القوانين والإجراءات التي سبق للوزارة الإعلان عنها والتحذير منها. وأضافت أن هؤلاء المتجمهرين تعمدوا قطع الطرق ووقف حركة السير وتعطيل المصالح، وقاموا بإلقاء الحجارة والعبوات الفارقة وتعدوا على رجال أجهزة الأمن، ما أدى إلى دهس وإصابة عدد منهم، وذلك للحيلولة دون تمكينهم من أداء واجبهم في حفظ الأمن والنظام، إضافة إلى تهديدهم لحياة السكان الآمنين وإثارة الخوف والفزع داخل المناطق السكنية.